ويظهر المقطع لحظة فقدان السيطرة على الطائرة وسقوطها وانفجارها متسببة في ارتفاع ألسنة اللهب جنوب جزيرة إيفيا في اليونان. وأوضح الناطق باسم فرق الإطفاء اليونانية أن الطائرة سقطت في جزيرة إيفيا وعلى متنها ما لا يقل عن شخصين وهما يتبعان لسلاح الجو اليوناني. قال عمدة مدينة نيس الفرنسية أن حريقا اندلع عند أحد طرق منطقة كاني-سيغ-مير جنوب شرقي البلاد بسبب الرياح العاتية وموجة الحرارة. وأوضح عمدة المدينة أن الحريق تسبب في تعطل حركة المرور وحركة القطارات بين مدينتي انتيب ونيس في كلا الاتجاهين. وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع أعمدة الدخان وألسنة اللهب في ظل محاولة مواطنين المساهمة في إطفائها إلى جانب فرق الإطفاء. للمزيد ينضم إلينا من الجزائر الخبير البيئي عبد القادر خليفة. مرحبا بك معنا أستاذ عبد القادر. هذه الحرائق في تونس، في الجزائر، في اليونان، ودعنا نتحدث هنا ربما عن الدول العربية، تونس والجزائر تحديدا الآن. هذه الحرائق ليست مفاجئة، تقريبا بشكل موسمي في كل صيف تندلع هذه الحرائق. لماذا هي في كل سنة تتسبب في كل هذه الخسائر البيئية وفي الأرواح أيضا وفي الممتلكات؟ هل يوجد تقصير في التعامل مع هذه الظاهرة، مع هذه الكارثة؟ لماذا يعني النتائج والتداعيات تكون دائما وخيمة؟ شكرا. أولا نترحم على الناس اللي توفات في هذا الفاجعة، في هذا الكارثة الطبيعية، وإن شاء الله الشفاء العاجل للناس اللي على كل حال كانت في هذه المنطقة. فيما يخص السؤال المطروح، يعني عندما نقول في السنوات الماضية، يعني 3 سنوات، هي بالفعل كانت هناك حرائق غابات. نتكلم على الجزائر ومن بعد نتكلم على البحر الأبيض المتوسط. كانت هناك على كل حال حرائق غابات يعني كل سنة، وموازاة بذلك كان هناك أيضا أحوال جوية يعني اللي تساعد إلى يعني مناخية اللي تساعد باش يكون هناك حرائق. يعني نشوف مثلا السنة الماضية في الجزائر كانت هناك عدة حرائق يعني مشات، ونتكلم عن المنطقة اللي كانت فيها يعني الكارثة. وكانت هناك يعني عدة نقائص فيما يخص عملية التأطير، عملية التدخل. نعم، هذه النقائص بالفعل نتحدث عن ذلك سيد خليفة. لماذا لم يتم التحضر لها مسبقا؟ هل الجزائر مثلا هل تفتقد أو لا تملك الجزائر الإمكانيات؟ هي تملك الإمكانيات لذلك، ومع ذلك في كل سنة تتسبب هذه الحرائق في يعني خسارة هكتارات عديدة وفي وفيات كثيرة أيضا في الجزائر. لا، هي النقائص اللي لاحظت السنة الماضية. كانت هناك قرارات واجتماعات على أعلى قمة في الدولة، وكانت هناك يعني برامج استباقية، يعني أمور استباقية لتفادي ما حصل السنة الماضية، وراح نتطرق على هذا الموضوع. هذا السنة كانت هناك تجنيد تقريبا كل القطاعات المعنية بمكافحة أو مكافحة حرائق الغابات أو من عملية يعني العمليات الاستباقية. ما يخفاش دوك نرجع لك لهذا السنة بالذات. عندنا تقريبا منذ شهر 5 أو 6 كانت هناك أمطار طوفانية عبر المناطق الشمالية للجزائر. هذا الأمطار خلات الأعشاب الموسمية تنبت. يعني بعدها كانت فترة حر جفاف جدا، أصبح هذا الأعشاب اللي نبتت صبحت تقريبا وقود، يعني جافة وقود. ال10 أيام الأيام اللي سبقت درجات الحرارة على مستوى شمال الجزائر هذه الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه 50 درجة تماما. هذه يعني أحد الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحرائق سيد عبد القادر. ولكن ما يهمنا هنا في السؤال عن الإجراءات المتبعة
سواء الاحترازية أو حتى يعني أثناء حدوث هذه الحرائق لتقليل المخاطر المحتملة؟ هي في الحقيقة شوفي، كل ما قرر على الورق طبق ميدانيا منذ شهر 5 شهر 6 من هذا السنة. كانت هناك تنقية الغابات، فتح الخنادق، فتح المسالك، تهيئة الفضاءات المائية اللي يستعملوها في الإطفاء، تجنيد كل من إدارة الغابات وإدارة الحماية المدنية وإدارة الطرقات وإلى آخره. أيضا تطبيق المخططات على كل مستوى الولاية، على كل مستوى دائرة وعلى كل مستوى بلدية. كان هناك مخططات فيها جرد لكل الوسائل وكيفية التدخل. فيما يخص المراقبة، إدارة الغابات تراقب الفضاءات الغابية 24 ساعة على 24 ساعة عبر أبراج المراقبة، زيادة عن ذلك يعني طيب. لدرون. يعني كل شيء كان سمحي لي، كل شيء كان مهيأ، إلا أن قلت لك التغيرات اللي شفناها في المناخ ولا قساوة المناخ. نعم. هي اللي خلات يعني علميا، احنا نشوفوا علميا مثلا كعلميين كخبراء. طيب. نشوف نعرف باللي وصلت هذه الفكرة سيد عبد القادر، علميا وصلت هذه الفكرة، ارتفاع درجات الحرارة يعني يسهل ربما اندلاع هذه الحرائق بسهولة، ولكن مجتمعيا أيضا هل يوجد وعي كافي لمنع تكرار مثل هذه الحرائق واندلاعها عندما تقوم السلطات الجزائرية بتوقيف 16 مشتبه بهم في التسبب في هذه الحرائق؟ ماذا يعكس ذلك؟ شوف حاليا نتكلم على يعني على كل ما هو يعني تحقيقات الى اخره. هذه كاين جهات معنيه بهذا الشيء، وما يخفاش ايضا باللي اطارات اداره الغابات عندهم الضبطيه القضائيه ويتعاملوا مع الاسلاك الامنيه اللي ممكن راح تخلي نشوفوا باللي الى فعلا هذه يعني امور يعني تخص جهات معينه. أما فيما قلت لي قبيل فيما يخص الإمكانيات، فعلا شوفوا جزيرة رودس في اليونان، جزيرة بحجم يعني ما نص بلدية في الجزائر، أسبوع كامل وطائرات الإخماد نتاع الاتحاد الأوروبي تقريبا متشاركين معهم، ولي 150 دايرين 150 عون حماية مدنية يطفيو. احنا عندنا تقريبا المثلث الخطير، مثلث من بومرداس لبويرة إلى غاية ولاية عنابة والطارف، يعني حوالي 60% من الفضاءات الغابية متواجدة في الجزائر من بين 4.7 متواجدة في المنطقة هذه. نعم. وتمكنا في ظرف، سامحني، تمكنوا في ظرف تقريبا يومين إخماد كل الحرائق. شكرا جزيلا. يعني نعم، انتهى وقت هذه المقابلة للأسف. سيد عبد القادر خليفة الخبير البيئي كنت معنا من الجزائر، شكرا لك. الأخيرة مستمرة وفيها بعد قليل. الاتحاد الأوروبي يبحث إطار عمل